وبركاته. أنا اسمي ياسر وأنا مولود في ألمانيا، وجيت هنا في عطلة الصيف حتى أجواء روحانية في هذه الأماكن المقدسة. إحنا بألمانيا مرتاحين وأماكن حلوة وخضار وجمال، ولكن حب الحسين اللي هو جابنا لهذا العراق، لأنه شفنا الوطن العراقي والدين الإسلام في خطر، فيحتاج إلى أناس مثلنا أنه ندافع عن هذه الشريعة وعن هذا الوطن. اسمي حسن، أنا مولدت بألمانيا وعمري 13 سنة، راح أفوت ب14 سنة، وأني مولود بألمانيا. إحنا جايين هنا على مود الجهاد، والجهاد مو صعب، يعني مو بس قتال وهيك، إنه الجهاد لازم بيه تفكير، ويعني نعرف أي تحمل وصعوبة بيها، ومثل ما تعرفون العراق كلش حارة، يعني احنا جايين بأجل الحسين على مود نسجل اسمنا بالكتاب الحسين إن شاء الله. شفت كثير من الأحداث، من الأسرى ومن النازحين كلهم. يعني أنا وأخويا أول ما شفنا كنا متعجبين، يعني هالقد ناس حيتأذون من السبب الدواعش والأهالي، وانقهرنا عليهم. فهيك بعض الأيام نبقى ساعات نوزع ماي أكل ونوقف لهم نشوفهم شو يريدون ما يريدون، شلون أحوالهم، شوية نسولف وياهم، وهم مرات نعطيهم أكلنا. من شفناهم كانوا جوعانين وكانوا عطشانين، بس احنا مثلنا مثلهم، يعني اذا احنا كنا مكانهم كان ولا ماي ما كان مطينا، اكل ما كان مطينا، كان بس ما يدرون البال. بس احنا صرنا مثل اصحاب الحسين، ومثل ما هو قال تعامل الاسير مثل اخوك، فطانهم مي. مثل هذا اخويا احمد، شاف فد واحد جوعان عاف اكله، وكان اكله وماي عافه، وطال هذا النازح